فين عشاق المكرونة؟ تعالوا النهاردة نعمل مع بعض طبق مكرونة حلو جدا سريع 5 دقايق، وهتكوني طالعة بطبق تحفة قوي. طبعا كلنا بنحب المكرونة بأنواعها بقى، فتعالوا النهاردة نعملها بطريقة حلوة قوي بسيطة وسهلة وطعمها لذيذ جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة هنحط المية بتاعت المكرونة اللي هنسلقها فيها، وتاني حاجة الصينية اللي احنا هنعمل فيها الخطوة التانية. معلقة سمنة كده كبيرة او معلقتين من السمنة بتاعت الطعام دي، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق. هبتدي بقى اشوح الدقيق كويس قوي كده لحد ما يستوي معايا وريحته تطلع كده معايا. بعد كده هكون مجهزة حوالي 3 كوبايات من الحليب علشان بقى ننزل على الدقيق بعد ما يستوي، ونقلب كويس جدا كده علشان الدقيق بتاعنا يستوي. بعد كده هننزل بقى بالحليب 3 كوبايات من الحليب، وهنسيب شوية كده على جنب، ممكن نحتاجهم وممكن لا. خلاص عشان ما يبقاش خفيف معايا ويطلع خفيف نحط التلاتة، وبعد كده لو احتاج نزود شوية بشوية. هبتدي بقى اقلب كويس كده الدقيق مع اللبن، نفكهم مع بعض. وبعد كده ربع معلقة صغيرة جدا من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. ومش هنكتر ملح عشان لسه هنضيف على الصوص ده حاجة تانية، فممكن تحدقوا شوية. تمام، نخلي الملح شوية صغيرين برضو، ولو احتاج بعد كده في الاخر نبقى نزوده براحتنا. هبتدي اقلب فيه بقى لحد ما القوام بتاعه يتقل معايا كده، وهديله كمان رشة كده من البابريكا علشان اللون بس، لو حابينها. لو مش حابينها مش مشكلة، ممكن تستغنوا عنها. خلاص، ونبتدي نقلب. وممكن كمان لو حابينها مشطشطة شوية نشيل البابريكا ونحط نص معلقة من الشطة الحمراء. خلاص كده ده الصوص جاهز معايا. هبتدي بقى اضيف له الاضافه الاخيره، وهي ميكس كده من الجبنه الشيدر والجبنه التركي، ونسيبهم بقى مع بعض على نار هاديه جدا لحد ما الجبنه بتاعتي دي تسيح خالص. الجبنه الشيدر بتاخد الطبق بتاعنا ده لحته تانية خالص، بتخليه طعمه خطير. وطبعا شويه كده من الجبنه التركي برضو معاهم علشان يدونا مطه حلوه مع بعض، ويكون الصوص بتاعنا طعمه لذيذ. هقلبهم كويس كده مع بعض، وهبتدي بقى اسيبهم على نار هاديه خالص لحد ما الجبنه بتاعتي تفك خالص كده وتسيح. حسيت ان القوام بتاعي تقل شويه معايا، هقوم بقى نازله بنص كوبايه كده من الحليب كمان، علشان انا عايزه القوام بتاع الصوص بتاعي ما يكونش تقيل قوي، يعني يكون متوسط. هبتدي اقلبه بقى واسيبه كده على جنب. وبعد كده هنروح للمكرونه بتاعتنا، هنبتدي نسلقها اي شكل بقى انت بتحبيه للمكرونه. انا استخدمت اللي هي المرمريه الصغيره دي، انت بقى براحتك اي شكل عندك استخدميه. خلاص، هبتدي بقى اسلق المكرونه لحد ما تتسلق سلقه كويسه كده. وبعد كده هناخدها بقى نصفيها ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. شايفين بقى الصوص بتاعي الجبنه بدأت تسيح وبدأ يكون فيه مطه كده جميله. المكرونه بتاعتي خلاص كانت داخله على التسويه. هشيل منها بقى كوبايه كده من الميه، علشان برضو لو احتاجنا نزود الصوص الابيض اللي عندنا ده، ولو حسينا اللي هو تقل هنزوده من ميه المكرونه، بتكون حلوه جدا. بدل اللبن ممكن تحطي نص لبن ونص ميه مكرونه وهيكون معاكي برضو حلو. خلاص، هشيل بقى المكرونه اصفيها، وبعد كده وهي سخنه كده على طول على النار، وطبعا لسه الصوص بتاعنا احنا مولعين عليه البوتاجاز. هبتدي اديله بقى تقليبه كده مع بعضه علشان المكرونه تشرب من طعم الصوص. طعم الصوص ده خطير جدا وبسيط جدا وخفيف ولذيذ. عشاق المكرونه طبق المكرونه ده هيعجبكم جدا. وبصوا بقى، ممكن اي حد كده يدخل يعمله زي ما قلت لكم، هو 5 دقايق يا دوبك بس وقت سلق المكرونه، وبتكوني مخلصه الطبق بتاعك على طول، ما بياخدش وقت خالص. شايفين بقى، انا عايزه القوام يكون كده الصوص بتاعنا متوسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. لو حسيتي كمان اللي هو بعد ما تحطي المكرونه تقل منك، زودي شويه من الميه بتاعه المكرونه اللي انا قلت لكم عليها. انا زودته شويه صغيرين، ربع كوبايه، وكان مظبوط معايا وتحفه. تعالوا بقى نغرف مع بعض ونشوف بقى ايه الجمال ده. طعمه وريحته خطير جدا. أكلة سريعة لو جوعتي بالليل وعايزة تعملي حاجة سريعة. طبق حلو قوي ولذيذ وكده، يعني خطير. عايزة تعملي غدا بسيط برضو، ممكن تحطي جنبه تشوحي كده صدور من الفراخ كده مشوية، وهتكون حلوة جدا. بس أنا حبيت أعمل لكم النهاردة الطبق بدون لحوم بدون فراخ، يكون كده اقتصادي على قد ما نقدر يعني، وطعمه في نفس الوقت لذيذ قوي. انا عن نفسي بحب اكل المكرونه
من غير اي حاجة تانية، سواء بالصوص الاحمر او باي صوص، بتكون طعمها خطير جدا لوحدها كده. جربوا بقى الطبق ده، هيعجبكم جدا ان شاء الله. ولو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش بقى تحطي الفيديو بتاعنا لايك، شاركي الفيديو بتاعي مع كل اصحابك وحبايبك علشان يوصل لناس كتيرة جدا، واستنوني في فيديو جديد. باي.